يعني السينما المصرية سينما عريقة وقديمة. يعني لو صنّفناها نقول مثلًا هي نمرة 2 كبداية صناعة السينما في العالم كانت السينما المصرية، يمكن كان قبلها الإيطالية. السينما المصرية شكّلت وجدان العالم العربي كلّه مش الوجدان المصري بس، يعني كل العرب اتفرّجوا على السينما المصرية وتأثّروا بيها واستفادوا من الأعمال القيّمة اللي اتقدّمت فيها. النهارده المهرجان بيكرّم الأستاذة نيلي، والأستاذة نيلي دي فنانة كبيرة، أنا كان ليّا الشرف إن أنا اشتغلت معاها مرّة أو 2. ستظل طول الوقت علاقات طيبة، علاقات أشقاء، وهناك يعني مصالح كثيرة مشتركة، وبصرف النظر عن المصالح إحنا تاريخنا واحد، وهمومنا واحدة، ومشاكلنا واحدة، وأعدائنا هم يعني أعداء السعودية هم أعداء مصر، وأعداء مصر هم أعداء السعودية. و و والسياسة المصرية السعودية لا تنطوي أبدًا على العداء ولا الاعتداء ولكن هي يعني دايمًا السعودية ومصر بيتعاونوا في التصدي للقضايا العربية وحماية الشأن العربي والهوية العربية. فطبعًا وما تشهده السعودية من نهضة فنية الآن شيء يعني نفتخر به كلنا. وأنا اتفرجت على كتير مهرجانات في الرياض، شيء مشرف جدًا من حيث الصورة، من حيث النقل، من حيث التقنيات، من حيث إبراز القامات الفنية اللي موجودة في مصر وفي السعودية. ده شيء مهم جدًا يعني.